تخيل زهرة بقدر جمالها قدرتها على ان هي تغير الوعي البشري وتسبب الهوس وحتى الجنون. دي مش مجرد زهرة، دي البروجمانسيا الملقبة بأبواق الملائكة، أسطورة حية بين النباتات الاستوائية. خليك معايا وهحكي لك القصة. البروجمانسيا موطنها الأصلي جبال الأنديز في أمريكا الجنوبية، اللي أهلها كانوا بيعتبروا الزهرة دي وسيلة التواصل مع الأرواح. علماء النبات الأوروبيين اكتشفوها في القرن السابع عشر، لكن سحرها غطى على كل التصورات العلمية. ورغم جمالها، كل جزء في البروجمانسيا سام جدا، بتحتوي على مركبات زي الأتروبين والهيوسامين اللي بتأثر على الجهاز العصبي، وجرعة صغيرة جدا ممكن تسبب هلوسة، لو زودت شوية ممكن تسبب تسمم. في القرن التاسع عشر كان في معتقد ان النبات ده بيساعد على اكتشاف الكنوز المدفونة. البروجمانسيا مشهورة بظهورها الرائعة اللي شبه الترامبت، وفي منها ألوان جميلة جدا. كان موجود في الوايلد أو في البرية 7 أنواع، والسبعة كانوا موجودين في أمريكا الجنوبية، بس كل الأنواع دي تقريبا انقرضت ومش موجودة. دلوقتي موجود منها ألوان وأشكال كتيرة جدا، وده بسبب كل الحدائق اللي بدأت تعمل تلقيح ليها وتنويع في التلقيح ما بين الزهور وبعضها. والزهرة دي مشهورة بالرائحة روعة جدا، بتبقى موجودة بالليل. وفي أنواع تانية ما فيهاش ريحة، ودي بتتلقح عن طريق الهامينج بيردز أو الطيور الطنانة. كان السكان الأصليين في كولومبيا بيستخدموا خلاصة الزهرة دي كمحفز للحواس، بس لو زادت الجرعة النتيجة كانت الجنون أو حتى الموت. وظهرت البروجمانسيا في أفلام كتير بأن هي ترمز لحاجات مخيفة أو للرعب، وده طبعا بسبب سميتها. البروجمانسيا كمان استخدمت في حاجات كتيرة جدا لتحضيرات حاجات ليها علاقة بالسحر وحاجات غريبة بالشكل ده. وبرضه استخدمت كمبيد حشري، مزارعين كتير كانوا بيستخدموها. وحاجة مهمة قوي ان هي كان بيقولوا ان اللي بينام قريب منها ساعات بيحس بحالات من حالات الهلوسة، وبيبدأ كأنه بالظبط شرب مخدرات. البروجمانسيا ممكن تخليها موجودة في بيتك لو عايز تضيف لمسة استوائية للجنينة بتاعتك، بس زراعة البروجمانسيا محتاجة شوية اهتمام. البروجمانسيا بتطلع في مكان يكون مشمس ما فيهوش رياح قوية. التربة لازم تكون جيدة الصرف وتكون رطبة لكن مش مبلولة طول الوقت. في الشتاء لازم تدخلها المكان دافي لأن البرد ممكن يدمرها. بالنسبة للتلقيح في البرية أو في الوايلد، الوردة دي كانت بتعتمد على الخفافيش في التلقيح، لكن طبعا في البيت ده مش موجود، فالتلقيح بيكون يدوي. وهو ده الحل لو عايز تشوف الزهور الجميلة دي اللي انت شايفها بتتفتح عندك من جديد. الزهور اللي انتوا شايفينها في الفيديو دي انا مصورها في حديقة كيو جاردنز. عندهم كولكشن قليل جدا لان الزرعة تقريبا انقرضت من البرية، وكل الكولكشن اللي موجود بيبقى متكاثر عن طريق العقل او عن طريق البذور. البروجمانسيا مش مجرد نبات للزينة، دي قصة خيال وجمال وغرابة بتجمع ما بين السحر والخطر. لو عجبتك الحلقة دي ما تنساش تشترك في القناة وتتابعنا على كل منصات السوشيال ميديا، وتابع حلقات أغرب وأندر النباتات اللي موجودة في العالم مع كايرو جاردن. شكرا، واشوفكم في الحلقة الجاية من كايرو جاردن. مع السلامة.